بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة مش هنحلل مباراة ولا هنتكلم عن أحداث مباراة. النهاردة هنتكلم عن هدف القناة بتاعتنا، هدف القناة بتاعتنا واللي ظهرت نتيجته في مباراة القمة ونهائي السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. هنتكلم عن لاعب كلكم عارفينه وحافظينه وبتحبوه. هنتكلم عن لاعب الفترة الأخيرة سبب لغط كتير في السوشيال ميديا وفي الإعلام الرياضي وفي كل المجالات الرياضية. هتكلم عن لاعب مؤثر ومهم جدا في النادي الأهلي وفي نادي قبل النادي الأهلي وفي منتخب مصر. هتكلم على لاعب كان له بصمة واضحة في المباراة اللي فاتت بين الأهلي والزمالك. يا ترى مين اللاعب اللي أنا هتكلم عنه؟ النهاردة في حلقتنا على قناتكم الكورة تحت الضغط هتكلم عن اللاعب والنجم أحمد سيد زيزو. ليه زيزو؟ وليه النهاردة بالذات هنتكلم عن زيزو؟ احنا هنتكلم عنه عشان ما حدث في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. تعالوا كده بقى بالراحة وبالهداوة، وأنا كل فيديو بعمله بقول لكم اللي احنا بنتكلم عن عوامل وأسباب نفسية وعن ثبات انفعالي وتأهيل نفسي للاعبين. طيب الكلام اللي احنا قلناه ده كان ليه سبب وكان ليه نتائج في المباراة اللي فاتت؟ أيوة طبعا. هنتكلم فيها عن نجم وحيد وهو أحمد سيد زيزو. أحمد سيد زيزو في مباراة الأهلي والزمالك قبل المباراة وأثناء المباراة اتعرض لضغط وسيل من الشتائم والسباب رهيب الشكل. جمهور الزمالك انتاب زيزو بألفاظ نابية. طيب ايه اللي حصل من زيزو؟ ولا حاجة خالص. زيزو لعب ماتش الأهلي والزمالك وأكن الجمهور بتاع الزمالك بيهتفلوا وبيدعموا وبيشجعوا. ايه يا عم انت بتقول ايه؟ والله زي ما بقول لك كده. زيزو لعب الشوط الاول وكان هو السبب الرئيسي في الجون الاول بالاسيست العالمي اللي لعبها لبن شرقي، وهو بينشتم من قبل الماتش بساعه وطوال الشوط الاول، لدرجه اللي في حاجه حصلت كتير مننا ما يعرفهاش. بين الشوطين مترجم النادي الاهلي قال للمدرب على فكره جمهور الزمالك بيشتم زيزو من قبل الماتش وبيشتمه شتيمه وحشه جدا بابوه وامه. فترب راح بين الشوطين لزيزو وقال له انا عرفت اللي انت بتنشتم من جمهور الزمالك، لو انت ما انتش قادر تكمل او حاسس ان الجمهور ضاغط عليك بلاش تكمل ونغيرك. زيزو قال له انا كويس وهكمل الشوط الثاني. طيب يبقى اذا زيزو سد ودنه خالص عن جمهور الزمالك. ده اللي احنا بنسموه ايه بقى في شغلنا وفي قناتنا؟ زيزو عنده ثبات انفعالي قوي. عنده ثبات انفعالي قوي ليه؟ عشان زيزو عنده دافع. ايه الدافع بتاع زيزو؟ انا لاعب محترف، لاعب كرة محترف، انا بأدي واجبي ووظيفتي اثناء المباراة. اي حاجة تحصل غير كده مش مركز فيها، انا مركز في المستطيل الاخضر، مركز في دوري ومهامي اثناء المباراة فقط. اي حاجة خارجة عن كده انا ماليش علاقة بيها. زيزو لما كان عنده دافع ولما كان عنده ثبات انفعالي عمل اسيست. الاسيست كانت نتيجته جول لبن شرقي. الشوط الثاني زيزو ما قعدش، زيزو ما همتش، زيزو كان حركة دايما طول الشوط الثاني، زيزو كان حر طول الماتش. كل اللي احنا قلناه ده ليه؟ عشان هو حابب يثبت لنفسه اللي هو لاعب كبير، اللي هو شخصية مختلفة، اللي هو شخصية عالمية. لدرجة اللي ترب بعد الماتش قال له أنا ما كنتش متخيل اللي فيه لاعب مصري بالشخصية القوية والشخصية الاحترافية ديت، وباس على دماغه
في اوضه اللبس. ده يخلينا ندرك اهميه الاسباب والعوامل النفسيه اللي بتاثر على اللعيبه والاجهزه الفنيه. تتخيل معايا كده لو زيزو كان خرج عن شعوره في الماتش ده وجمهور الزمالك عرف يستفزه، ايه اللي كان هيحصل؟ ما كانش فيه الاسيست اللي بن شرقي جابها جون. ايه اللي كان هيحصل؟ كان ممكن يضرب لاعب من نادي الزمالك وينطرد والاهلي يلعب ناقص ويخسر المباراه. يبقى شفت كل اللي زيزو اشتغل على نفسه واشتغل على شخصيته وبقى عنده دوافع وبقى عنده ثبات انفعالي وقدر يتحكم في انفعالاته. ايه اللي حصل؟ كان خد زمانه في زماتش. وده هدف القناه بتاعتنا. تعالى كده مقارنه بسيطه، احنا ما بنعيبش في حد والله يا جماعه، بس خلينا ناخد مقارنه بسيطه بين زيزو وامام عاشور وكهربا. طبعا امام عاشور وكهربا لعيبه كبيره ولعيبه يعني كلنا بنحبها، ولكن اثناء مباراه الاهلي والزمالك بالذات ايه اللي حصل؟ دايما امام عاشور وكهربا اثناء المباراه كان عندهم حمل ولود وضغط نفسي وعصبي غريب الشكل على نفسهم بسبب جمهور الزمالك، وحابين يثبتوا اكتر واكتر لجمهور الزمالك اللي هم في نادي افضل من الزمالك واللي هم احسن حد واللي الزمالك اللي خسروا. ده بيعمل ايه بقى في اللعيب؟ بيعمل لود وضغط عليه، بيقلل مستواه في الملعب وما بيأديش احسن حاجه. كمان بيطلع اللاعب عن شعوره وعن تفكيره وعن تركيزه في المباراه، فبرضه بيخلي انتاجه في المباراه قليل. وكمان بيعرضه لضغط وبيخليه يفقد تركيزه، وبيعمل اشارات وشتايم وحاجات وايماءات في الملعب بتعرضه للوقف زي ما حصل لكهربا. كمان اللي لو تيجي تبص لامام عاشور مقارنه بزيزو، زيزو بيلعب لعبه في المباراه لعب بسيط، ما بيبذلش مجهود اكتر من اللازم عشان يثبت اللي هو لعيب كبير، عكس امام عاشور دايما بيحاول يثبت لجمهور الزمالك اللي هم اللي خسرهم واللي هو احسن منهم واللي هو اللي كان قايم بكل حاجه في الزمالك. لا بالعكس، انت لو لعبت لعبك العادي هتبقى افضل من كده بكتير. شفتوا بقى العوامل النفسيه بتعمل فينا ايه؟ نستثمرها يا جماعه، نستثمرها كلاعيبه ونستثمرها كاجهزه فنيه. كمان حابب ننوه بصراحه لمدرب الاهلي تروب. ماتشات الاهلي الاخيره بالرغم اللي في ماتشات الدوري النتائج ما كانتش على ما يرام، ولكن طبعا في السوبر المصري الحمد لله الاهلي خده طبعا عن جداره واستحقاق. عاوزك تبص لتعامل تروب مع لعيبه الاهلي، بيطبطب على اللعيبه وبيحضنها وبيسلم عليها. في نهائي السوبر بعد الماتش خد بن رمضان ووشوشه وشال زيزو وشال امام بن شرقي وبيطبطب عليهم ويبوس ده ويحضن ده ويسلم على ده ويهن. كل ده يا جماعه تعامل نفسي مع اللعيبه. تروب خلى لعيبه الاهلي كلها واحد، نزع الفتنه ونزع العصبيه ونزع التعصب زرع حب الغير وحب الفريق عند كل الناس. لعيبه الاهلي دلوقتي تبص لها في المباراه وعلى الدكه تحس ان هم كلهم واحد. ده نتيجه ايه؟ نتيجه التاهيل النفسي والمعنوي اللي ترب عمله مع لاعيبه النادي الاهلي. شكرا لكم، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.